السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا ونلف فين. النهارده باذن الله هناخد جولة سريعة كده في اسعار فساتين الافراح والمناسبات، علشان اللي يعني ناوي على حاجة من الحاجات دي يكون عارف الرينج في حدود كام. طبعا زي ما معظمنا عارف ان لم يكن كلنا عارفين ان الفساتين بتكون في اللي بيتأجر لمدة اليوم الفرح بس، بتبقى اول لبسة او فستان عادي يعني اتلبس قبل كده عادي، او بقى يشتري فستان كامل. الفستانين الاولانيين اللي احنا شفناهم مع بعض دول كان الايجار اول لبسة عامل 5000، واللي قدامنا دلوقتي كده دول الاتنين دول عاملين 1200 الايجار برضو اول لبسة. بس دول مش فساتين فرح زي الاولانيين، دول خطوبة كده او يعني اي حاجة تانية. وطبعا لو هتشتروه بقى خالص بيبقى السعر الضعف، يعني ابو 1200 هيكون عامل 2500. يا ريت ما ننساش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ده وايه اكتر فيديوهات بتحبوها، حابين فيديوهات عن ايه تاني. هنا بقى هنلاقي فساتين برضو تانية افراح، وهنلاقي بقى الفساتين اللي بنحتاج ان احنا نأجرها او نشتريها قبل ما نروح فرح لحد او خطوبة لحد، اللي هو خاصة بالناس اللي رايحين او هيزوروا الفرح ده، بيبقى الايجار في رينج 500. طبعا في اماكن برا بيكون ال500 كلهم تقدر نشتري بيهم فستان، وفي اسعار بتكون برضو فرنج 800 900. اماكن كتير في المنشية، في مول الابراهيمية اللي هو اول دور، في شارع شعراوي برضو هو اللي قدامنا ده الاحمر عامل 500، هو شتوي قطيفة. المهم ان دي يعني الاسعار في السريع كده. لو حابين بقى الموضوع ده يعني يكون فيه فيديوهات اكتر من كده اكتبوا لي في الكومنت. انا كنت معديه هنا بالصدفه في مول الهانوفيل، يعني شفت المكان حبيت اشاركهم الاسعار والدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. ناس معرفه يعني عندهم فرح وعازميننا، عقبال عندكم جميعا يا رب. ونصيحتي بقى لو حابين تسمعوا رأيي الشخصي المتواضع يعني في موضوع الفساتين الأفراح والكلام ده كله، حاولوا يا جماعة ولو هتجيبوا حتى فستان بسيط أو هتفصلوا يعني بالقماش أي حاجة كده تكون لطيفة ويكون سعرها في المتهاون، ولكن في النهاية تشتروا الفستان بتاع الفرح يعني. دي ليلة زي ما بيقولوا كده، ليلة مرة في العمر والكلام ده كله. فأظن ان الفستان هتكون حاجة مهمة جدا، فيعني ايجار ومش عارفة ايه ويرجع تاني والكلام ده كله مش حاسة ابدا الموضوع ده. يعني المفروض ان يوم الفرح ده بيكون يوم مميز في حياة كل بنت بكل تفاصيله بفستانه بحاجات، يعني حتى لو انتوا هتلبسوا الفستان اول مرة ولسه جديد وانتوا اول ناس وكل الكلام الحلو ده تمام، بس يعني في النهاية هتسيبوه برضو. طب ليه ما يبقاش عندكم في الدولاب؟ ليه ما تفتكروش الذكريات الحلوة دي، اليوم ده اللي مش عارفة ايه الكلام ده كله، ليه تفرطوا فيه؟ يعني انا باذن الله لما احب اشتري فستان هدور في كذا مكان والف لحد ما الاقي حاجة حلوة تعجبني وكمان تكون بسعر مناسب، وربنا يهدينا ويهديكم للي فيه الخير. الدور التاني. مول 4 أدوار غير طبعا الجراج تحت. يعني ده دكتور أحمد إنجيل. احنا هنا في الهانوفيل في الشارع، داخلين على الشارع العمومي، هندخل في مول بانوراما حوالي 4 أدوار. مول لسه يعني بيتعمل او لسه في محلات تانية هتفتح فيه، يعني فاضي الى حد ما. كنا عملنا فيه قبل كده، دخلنا فيه كافيه عجمي بيه وقعدنا فيه. هحاول اسيب لكم باذن الله اللينك في الديسكريبشن بوكس. تلاقي ملابس، حاجات خاصة بالموبايل والاكسسوارات وكده. مفارش برضو نلاقي.
شرب حاجة. جنبهم جنب مشلتت الخطاب مخبوزات حبيب النبي ما شاء الله برضو مطلع حاجات سخنه وتحفه جدا، فينو بقى وحاجات كده، البيتزا الصغيره والكلام ده كله. 13 وقت ب 50 جنيه بدل